شكل الفريق لتقود الشوط وبكل الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، نجدد اللقاء والتحية المسائية من على أرضية هذا الميدان، ميدان البشاير لسباقات الهجن العربية الأصيلة، وضمن تحديات مهرجان البشاير التاسع في هذا الموسم. ينطلق مشاهدينا الكرام ثالث أشواط هذا اليوم. هذا هو الشوط المخصص للإبكار. جائزة هذا الشوط سيارة رصدت للفائز بالمركز الأول ومبالغ نقدية حتى المركز العاشر. ننطلق مباشرة مع أول المنطلقين وأول الباحثين عن هذه السيارة. هذا هو شعار العاصمة، من يختطف المركز الأول مع الرئاسية. من تفتتح الإذاعة تتقدم الرئاسية مع سالم بن ثعلوب بن سالم الدرعي، من يقدم انطلاقة الرئاسية مفتتحا إذاعتنا في هذا الشوط. بينما ثاني المراكز العزوم سالم بن حميد بن خير الوهيبي من يقدم انطلاقتي واندفاعة العزوم. نقله إلى ثالث المراكز نشاهد ونتابع هملول عبد الله بن علي بن سعيد الينيبي من يقدم لنا انطلاقة هملول. الدور والنقله إلى مستوى رابع المراكز لنشاهد شعار الأنيق من يتواجد على ظهر السالمية. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند من يقدم انطلاقة السالمية. بينما رابع المراكز الوصول من شعار غصاب رعى الطير العامري يقدم سيد غصاب بن مصبح بن عبد الله العامري من يقدم سيد. ناخذ ايضا بقية المراكز، ناخذ المركز السادس. اخرنا شوي لناخذ بقية المراكز المتقدمة في شوط السيارة. اول اشواط السيارات في هذا المهرجان بعد اشواط الرموز. سادس المراكز حطين حمد بن طيط بن سالم الوهيبي يقدم حطين. بينما القدوم من شعل محمد بن عتيق بن شامس العامري من يقدم شعله. ثامن المراكز كحال من تتواجد مع سالم بن سعيد بن محسن الوهيبي من يقدم كحال. الدور دور المركز التاسع لنشاهد ونتابع. هناك ايضا الوصول هو التحدي من اللي قادمه اللي مندفع مراسيل سعيد بن ناصر بن سليمان رشيدي من يقدم مراسيل. عاشر المراكز شعار حمد بن محمد بن سالم الوهيبي من يتواجد على ظهر الشميمية لسعيد بن محمد بن سالم الوهيبي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام اتممنا على مسامعكم نداؤنا الاول للعشرة الاسماء المنطلقة، ولكن نعود الى شعار العاصمة، نعود الى شعار كاس المواهب، كاس الحقائق على ظهر الرئاسية في هذا الشوط التي تبحث عن السيارة بقيادة ابو حمد، بقيادة سالم بن ثعلوب بن سالم الدرعي من يقدم انطلاقة الرئاسية على مقدمة الشوط منفردة عن بقية المراكز، منفردة عن بقية الاسماء وتغرد خارج سرب المنافسة منطلقة الرئاسية. بينما ثاني المراكز، ثاني التحديات اللي قادمة اللي مندفعة هناك ايضا القدوم من اللي قادمه في هذه اللحظات. وصلت كحال سالم بن سعيد بن محسن الوهيبي من يقدم كحال. ايضا ثالث المراكز حطين حمد بن شطيط بن سالم الوهيبي. رابعا شعل محمد بن عتيق بن شامس العامري. خامسا وزن سعيد بن سالم بن حمد اليديلي. هكذا دشنا الكيلومتر الاخير، الكيلومتر
الليل الأخضر في مسار هذا الشوط. بانت السيارة، بان السويك أمام راعي العاصمة، أمام أعين الجميع. بانت السيارة يا أخواني، والرياسية بدأت تنفرد بأداء ممتاز، بدأت تغرد خارج سرب المنافسة، منفردة وماخذة كادر لحالها. تنطلق الرياسية، سالم بن ثعلوب بن سالم الدرعي يبابي جنب الكاس. سيارة وصلت في هذه اللحظات، وصلت أيضا في هذه اللحظات اللي قادمة اختبار حمود بن سلطان بن سعيد الغفيلي من يقدم اختبار أيضا القدوم من شعل محمد بن عتيق بن شامس العامري. لكن أعود يا سلام يا سلام، من قامت راس وتبي تنهي الشوط راس لصالحها، تبي تضيف بعد الكاس سيارة في هذا المساء لهذا الشعار، شعار بن ثعلوب، شعار العاصمة، نجم من نجوم هذا المهرجان. سلام لدولة الإمارات، سلام مصانع الجنوب، سلام لك يا مالك الرياسية سالم بن ثعلوب بن سالم الدرعي. أسعد الله مساك، انفراد عن بقية المراكز وبعلامة كاملة تطير بناموس هذا الشوط. تهانينا. والناموس المركز الثاني اختبار حمود بن سلطان بن سعيد الغفيلي المركز الثالث. وصلت شعلة محمد بن عتيق بن شامس العامري المركز الرابع. وصلت السالمية ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. وخامس المراكز حطين حمد بن شطيط بن سالم الوهيبي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تابعنا شوط من الأشواط القوية، وجائزة سيارة غادرت من جديد إلى هذا الشعار الذي تميز في هذه الأمسية. بعد الرمز يحصل على سيارة في هذا المساء. تهانينا لمالك الرياسية من تصل إلى خط النهاية قاطعة المسافة في زمن وقدر 5 دقائق 57 ثانية 92 جزء من الثانية. تهانينا لسالم بن ثعلوب بن سالم الدرعي، وهنيالك هذا المال وهذا الحلال الطيب. بينما ثاني المراكز من وصلت فيه اختبار لحمود بن سلطان بن سعيد الغفيلي قاطعة المسافة في زمن وقدر 6 دقائق ثانية 1 و14 جزء من الثانية. تهانينا هو الناموس. بينما ثالث المراكز ايضا المركز الثالث كان مع اللي هي شعل محمد بن عتيق بن شامس العامري، توقيتها زمن 6 دقائق 262 جزء من الثانية. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تابعنا مجريات ثالث الاشواط، وتهانينا والناموس لجميع الاخوة الفائزين. في سجل لا ترصيد من خناجر من سيوف